مرحبا. اسمي زيدان محمد، مدير برامج العراق لصناع الازدهار. اليوم راح أتحدث وياكم عن كيفية تجاوز أو إدارة مشاريع في ظل الجائحة أو في ظل أي جائحة، لكن في ظل جائحة كورونا أعتقد هناك الكثير اللي ممكن يقال، خاصة في ظل التجربة اللي نمر بها ليس فقط حصريا في العراق لكن على عموم العالم. كيف واجهت المشاريع الصغيرة والمتوسطة هذه الجائحة؟ راح أحاول أسلط الضوء على بعض التجارب اللي احنا يعني نتعايش وياها كمشروع، تعاملنا مع المشاريع الصغيرة، الدروس المستخلصة من تجاربنا الخاصة، وأيضا التجارب هذه المشاريع سواء في العراق أو في العالم، وكيف ممكن نعكسها على المشاريع الصغيرة أو المتوسطة في العراق. كيف ممكن نساعد هذه المشاريع أنه تتجنب يعني أكبر يعني تتجنب الأخطاء قدر الإمكان، لأن الوضع الاستثنائي اللي خلتنا به الجائحة يعني حقيقة يتطلب أنه الواحد دائما يبقى في تواصل أو في يعني في دائرة المعرفة حول ما ممكن انه تقوم به حتى تتجنب الخساره قدر الامكان، لا سمح الله. ف حبيت انه قبل ما ابدي بالدخول الى هذه النصائح او الدروس المستخلصه اللي ممكن تساعدك او تساعدك انت كمشروع صغير او متوسط في العراق، حبيت انه تعريف بسيط للمشروع مثل ما تشوف او تشوفين قدامك. المشروع هو عبارة عن يعني منظمة أو كيان من فرد أو عدة أفراد. الهدف من هذا التجمع هو يعني إنتاج سلعة أو تقديم خدمة في يعني مقابل يعني مبلغ من المال. طبعا ممكن تندرج تحت أي قطاع المهني، قطاع الخدمي، أو القطاع الصناعي. فتعريف بسيط قد يتغير أو قد تشوف تعريف مختلف من مكان إلى آخر، لكن الاختلاف الأكبر هو قد يكون في تعريفنا أو في تحديدنا لهوية المشروع الصغير أو المتوسط. هذا ينترك صراحة للدولة المعنية، هي صراحة اللي تقدر نوعا ما يعني مقياس حجم المشروع. قسم من الدول تعتبر 50 فما دون هو مشروع صغير، قسم تعتبر 100 فما دون هو مشروع صغير. بالعراق ما اعتقد لقيت يعني تعريف واضح للمشاريع الصغيره او المتوسطه، فلذلك راح اترك هذا الموضوع حقيقه يعني جانبا فيما يخص هذه الجلسه. بما انه احنا بدنا نحكي عن اداره مشروع في ظل جائحه، فاعتقد انه احنا ممكن ايضا يعني نعرف شنو هي الجائحه. التعريف اللي لقيته انه هي انتشار لوباء معين في عموم العالم، يعني خارج اطار او محددات دوله او منطقه. فما اعتقد اكو افضل من مثال جائحه كورونا على هذا الموضوع اللي بدنا نحكي به. انتشار لوباء خارج اطار الدوله، خارج اطار عده دول، بحيث ضرب العالم كله بدون استثناء. فاعتقد هذا التعريف هو يعني ايضا تمهيد لما يعني راح يعني نحكي به اكثر، انه ما هي تاثيرات الجائحه على المشاريع الصغيره او المتوسطه، حتى يعني نبدي يعني نشخص يعني تاثير الجائحه بشكل عام على العالم وعلى العراق. على العالم البنك الدولي يقدر انكماش الاقتصاد الدولي لسنة 2020 ب 5.2%. بالعراق البنك الدولي أيضا يقدر الانكماش ب 9.7%. يعني هاي التقديرات حقيقة إذا يعني أكو شيء بدك تحكيه أو بدك توضح لنا إياه، إنه بمكان ما نقدر الازدياد بمعدل الإنتاج العام أو النمو، بدنا نحكي انكماش. يعني احنا عكسيا، والرقم صراحه غير بسيطه يعني غير هين. 5.2 انكماش يعني بالنمو الاقتصادي العالمي هو صراحه انعكاس طبيعي يعني للتاثير اللي واجهته الدول، يعني في ظل انعدام الامدادات،
توقف النقل، توقف الصادرات، توقف الانتاج، توقف الشراء، كلها متصله مع بعضها. لكن ما يجعل العراق يعني توقع الانكماش ماله نوعا ما تقريبا الضعف هو انه العراق كدوله معتمده يعني في الايرادات مالتها بشكل اساسي على النفط، كان لها تاثير يعني تاثير مضاعف، لان انت من صارت الجائحه النفط نزل السعر بسبب قله الطلب. العراق معتمد مو كليا لكن يعني بشكل كبير جدا على ايرادات النفط في اداره الاقتصاد الدوله. فمن ينزل السعر برميل النفط، من تقل الواردات، تقل السيوله الماليه للدوله العراقيه في ضخ الاموال. وممكن ايضا يعني مثال بسيط تشوفون انه موضوع تسديد الرواتب او يعني الايفاء بسداد رواتب الموظفين هو تحدي شهري او كل شهرين، هذا الموضوع يطفو على السطح بسبب يعني كانعكاس لهذا الموضوع اضافه الى عوامل اخرى ايضا، لكن بشكل رئيسي قله يعني صادرات النفط العراقيه مع انخفاض اسعارها كان له انعكاس خلى البنك الدولي يقدر الانكماش بتقريبا 9.7% مقارنه ب 5.2 في الدول في العالم بشكل عام. فالعراق التحدي اللي به هو استثنائي، فلذلك اي شيء راح نتكلم عنه صراحه اغلب الامثله اللي راح اطرحها او اغلب النقاط اللي راح اناقشها هي صراحه دائما لها جانبين، جانب يعني العراقي او اللي يخص الوضع العراقي لان يعني هو حاله استثنائيه، وما يجري خارج العراق في المنطقه او في العالم. فبالتركيز على العراق لانه هو يعني محطه يعني محطه النقاش مالتنا اليوم. المنظمه الهجره الدوليه الاي او ام سوت مسح على 456 مشروع صغير ومتوسط مسجلين في العراق. فبس ركز انه احنا نتكلم عن المشاريع المسجله، يعني ما اتطرق المسح او هذا الاستبيان ما تطرق الى مشاريع غير مسجله. فهذا ايضا يعني نقطه يعني رئيسيه بهذا النقاش، انه احنا 456 مشروع فقط اللي احنا المنظمه قدرت توصل لهم وسوت عليهم استبيان. سوت استبيان في شهر حزيران 2020، يعني في خلينا نقول في نفس يعني توقيت الجائحه، يعني ما يعني توقيتها جدا يعني انعكاساته مطابقه لما احنا نحاول انه نشرحها. توصلت يعني او سوت استبيان على نقاط التحدي اللي تواجهها المشاريع. ف يعني اربع بيانات انا راح استعرضها قد يعني تنطيك فكره عن حجم التاثير لهذه الجائحه على المشاريع. اول شيء الاجور تقلصت 36%، شيء طبيعي، يعني انت ما تقدر تبيع او ما تقدر تنتج او ماكو طلب على منتجك او الخدمه انت تقدمها انتفت لها الحاجه او قلت في ظل الجائحه. هذا يعني يؤدي الى انه تقل الايرادات مالك، شيء طبيعي انه انت يعني ما تقدر توفي التزاماتك تجاه الموظفين. من ال 456 مشروع 36% تقليص للاجور، هذا كان احد المخرجات مال الاستبيان. هذه المشاريع 40% صار عندها تراجع بالتوظيف، يعني اكو ايضا ضعف بالتوظيف قدر 40% بسبب تراجع النمو الاقتصادي او التعاملات الاقتصاديه في ظل الجائحه. عندك ايضا تراجع المبيعات، اعتقد هذا الشيء يعني طبيعي احنا نحكي به. طبعا اعتقد في ظرف مثل ظرف الجائحه كورونا التاثير قد يستهدف يعني نوعا ما اغلب القطاعات ما عدا الخدمات الاساسيه اريد اقول والمواد والسلع الضروريه. اعتقد اي شيء ثاني قد يكون كمالي او اكسسوارات او غير ضروري ما اعتقد راح يكون عليه طلب ضمن يعني هاي الفتره اللي صار بها استبيان. لذلك انخفاض المبيعات كان بشكل يعني نوعا ما يعني مؤثر، يعني 71% انخفاض او تراجع بالمبيعات، هذا يعني اعتقد رقم يعني جدا جدا كبير.
يرافق هاي الارقام ايضا معدل الانتاج اللي انخفض 52%. يعني ايضا هو شيء يعني مفروغ منه، انه انت ماكو طلب، ماكو سحب على الشيء اللي انت تنتجه، او ماكو حاجه الى الخدمه اللي انت تقدمها. فهذا الرقم اعتقد هو يعني انعكاس طبيعي عفوا لما تعرضت له هذه المشاريع في العراق من ضغط كانعكاس للجائحه. هاي الارقام تنطيك فكره انه انت قد في العراق كصاحب مشروع، وانا اعرف انه اغلب المشاريع، واحنا الاحصائيه تكلمت عن المشاريع المسجله، لكن انا اعرف يعني قسم كبير من المشاريع اللي هي ايضا فاعله بالاقتصاد العراقي، وهي يعني موجوده والها ثقلها، هي ليس بالضروره مسجله لاسباب عديده احنا يعني تقريبا اغلبنا نعرفها، واللي هي كلفه التسجيل والبيروقراطيه يعني حجم الالتزام انت يعني تجاه الدوله كمشروع، او اعتقد قد يكون عليك عبء اكثر ما هو ميسر لعملك. لكن الشيء اللي انا حبيت انه اركز عليه انه اللي يتعرض له العراق هو يعني ما يختلف عن اي دوله اخرى. فانت الشيء اللي تمر به كمشروع صغير او متوسط هو صراحه ما يختلف عن اي مشروع اخر في اي دوله اخرى. لكن الاختلاف يعني للاسف انه بسبب يعني عدم وجود هيكليه واضحه لقطاع المشاريع الصغيره والمتوسطه بالعراق، هذا يعني خلى الاحصائيات او خلى امكانيه دعم هذه المشاريع ايضا صعب بالنسبه، يعني اذا الدوله اذا ارادت تساعدهم ما اعتقد اكو امكانيه انه تقدر توصل لهم لان هم ما مسجلين. بس اللي تتحصل على مشاريع اخرى في دول اخرى هو قروض ميسره، استثناءات من الضريبه. هذا الشيء للاسف يعني اختلاف شاسع بين ما تتوفر الى المشاريع الصغيره والمتوسطه خارج العراق وما تتوفر له المشاريع الصغيره والمتوسطه داخل العراق. اللي اريد اقوله انه الشيء اللي تسويه او يعني تحاولون تواجهوه هو صراحه انتم تسوون جهد مضاعف مقارنه باي مشروع صغير خارج العراق. فالشيء يعني الايجابي انه يعني المشاريع حاليا قد تواجه تحدي، لكن ايضا قد هناك تكون عندها فرصه. نحاول انه احنا نركز على الفرص اكثر من التحديات، وهذا قد يكون هو نوعا ما هو الشيء اللي انا اريد احاول اوصله اليوم من خلال هذا البرزنتيشن او هذا الاستعراض. اول نقطه احاول اركز عليها انه كمنتاليتي او كصاحب مشروع او صاحبه مشروع، خلي في ذهنك انه الوضع اللي تمر به هو قد يستمر الى فتره طويله، ما راح يخلص. وحتى اذا خلص، اللي اريد اقوله انه اللي صار اثر على التصرف او يعني ذهنيه المستهلك. انت المستهلك قبل الجائحه كان عنده كانت عنده يعني behaviors او خلينا نقول تصرفات او يعني اداء معين تجاه السلعه او الخدمه تغير وراء الجائحه. هذا التغير حتى اذا رجع الى سابق العهد ماله ما يعني انه هذا التغير يعني راح ينخفض، راح يقل. اللي اريد اقوله انه اي شيء تغير يعني بتعامل الزبون او يعني ادائه كمستهلك، هذا لازم تاخذه بنظر الاعتبار. مثلا المحلات التجاريه هنا، خلينا نقول على الاقل كمثال، في امريكا قبل الجائحه كانت تعاني مقابل الضغط اللي حطت عليهم شركات التسوق الالكتروني مثل امازون. فكان هناك دائما يعني بين فتره واخرى محلات او حتى ماركات عالميه، محلات عالميه تعزل، لان الناس
يعني بدأت تعتمد كليا على التسوق الالكتروني. واجت الجائحه اعتقد يعني قلصت حتى هاي النسبه القليله اللي كانت تروح للمول وتروح تتسوق بعد ما يوصلون للماركت. ولا اعتقد يعني اعتقد يعني هالمحلات خسرت جزء كبير من زبائنها اللي حتى هم كان عندهم استعداد يروحون للمول. هذول نسبتهم يعني قلت بشكل يعني جدا كبير. بالعراق هذا نفس الشيء حصل، لكن بالعراق حالته الخاصه انه الناس اللي تتسوق مو بالضروره تروح تتسوق فقط لغرض تتسوق، لكن هي تروح تطلع تتسوق وبعدين تروح مطعم او بعدين تروح تسوي زياره للاقارب. فهذا جزء من الكلتشر العراقي يخلينا نفكر انه مو بالضروره اللي صار هنا راح يصير بالعراق، لان احنا الناس عندها استعداد تبقى تطلع وتروح، لان هذا جزء من يعني التقاليد، خلينا نقول مو التقاليد لكن التصرف او البيهيفير مال الكاستمر العراقي. لكن اللي ايضا صار ولازم تحسب الحساب انه الناس عرفت التسوق الالكتروني، بدا يعجبها قد يكون انه هي تطلب فد شيء من الويب سايت او من الفيسبوك بيج، وقد باكر عقبه ايضا العراق يدخل في اطار انه يعني يسمح باستخدام الكريدت كارد، او ممكن تستخدم يعني تشتري او تدفع الكترونيا بالعراق. هذا راح يفتح مجال قدام يعني زبائن اكثر يتعودون على التسويق الالكتروني. فلذلك يعني هكذا تغير هذا امتداده على المدى الطويل مستمر وراح يتزايد. فاعتقد انه يعني تحاول تفكر انه يعني بالمستقبل تاخذ بنظر الاعتبار التصرف او البيهيفير مال الكاستمر او اي شيء اخر تغير بسبب الجائحه. هذا قد يكون استمراره طويل الامد. يعني لا تفكر انه راح يطلع اللقاح وراح الناس ترجع. هوايه اشياء قد ما ترجع مثل ما كانت، او حتى اذا رجعت ما راح ترجع بنفس الكثافه او بنفس القوه اللي كانت عليها. فاول شيء نفكر به انه ما هو الشيء اللي تغير او راح يتغير يجوز بدون رجعه، او اذا راح يرجع ما راح يرجع بنفس القوه. هذا يعطيك يعني انطباع انه انت وين تخلي مشروعك، شلون توجهه بالمستقبل بطريقه افضل. شلون ممكن تكون انت برو اكتف، سباق للحدث. يعني ما تنتظر انه يعني التغيير يسبقك، انت تكون سابق للتغيير، او انت اللي تحدث التغيير، تكون جزء من عنده. مو تكون يعني الهدف مال يعني مو تكون انت اللي تتاثر بالتغيير، ولكن تكون انت المؤثر. فلذلك السلايد الجاي اللي هو قدامك يستعرض ايضا احد الثلاث عناصر اللي قد انت لازم ضروري تراجعها، مو فقط لان هسه احنا نمر بجائحه، لكن لازم تراجعها دوريا. يعني اذا مو كل 6 شهور على الاقل كل سنه. انت هسه لازم تدور على جدول البزنس مالك او جدول المشروع، هل هي قائمه؟ هل انت مشروعك بحد ذاته بعد له فائده، او هو ده يخدم غرض معين بعد الجائحه؟ هل اختلف هذا الهدف او اختلفت هاي الحاجه؟ هل انتفت او هي بعدها موجوده؟ فهذا لازم انت تبدي تراجعه. لازم تشوف انت مشروعك هل هو بعده ده يستهدف الزبون الصحيح؟ هل زبونك موجود؟ هل زبونك محتاجك؟ هل الفئه اللي انت مستهدفها بعدها تنطيك خلينا نقول استمراريه، انه تقدر تبقى تعتمد عليهم كفئه مستهدفه؟ لان انت قبل الجائحه وبعد الجائحه هوايه قد يكون هناك هوايه سلع او هوايه خدمات اختلفت. نرجع لموضوع يعني التسوق والتغيير بالبيهيفير. قد يكون هناك خدمات يعني مثلا قطاعات معينه قد تكون بعد الجائحه قد تكون يعني غير ضروريه مثل ما كانت، او العكس صحيح. يعني مثلا بعد الجائحه هوايه يعني اعتمدنا على شركات التوصيل، شركات النقل، البريد. يعني هذول كلهم ما يعني قبل الجائحه الناس كانت يعني ما حاسه بضرورتهم، ولا حتى الشركات اللي كانت معتمده يعني انه السوق مالتهم موجود، ما فكرت انه قد يكون هناك حاجه لهم او قد تنتفي الحاجه لهم. شركه زوم قبل الجائحه وبعد الجائحه، زوم حالها حال سكايب، حال يعني اي بلاتفورم للتواصل. لكن حاجتها بعد الجائحه immediately يعني صعدت، يعني راسا بين اكو هناك ضروره. فيعني دائما انه انت لازم تراقب هل انت حاجتك يعني كمشروع قائمه، هل انت زبائنك بعدهم قائمين موجودين، هل اختلف تصرفهم او تعاملهم،
هل عندك انت سيوله ككاش فلو، كاش ان هاند؟ هل عندك سيوله؟ هذا السيوله النقديه بها هوايه فوائد، يعني قد تجنبك هوايه اشكالات. مثلا هل انت تحتاج تروح للقرض؟ هل انت تحتاج تتداين؟ هل انت تحتاج تقلص بالتيم مالك؟ كله يعتمد على السيوله النقديه. كل ما عندك فلوس اكثر، كل ما انت فلوسك ما موزعها بالسوق او ما تطلب ناس هوايه، عندك فلوس بيدك، هذا دليل انه انت مشروعك صحيا هو يعني في حاله جيده، وينطيك ادفانتج على غيرك من المشاريع. طبعا بما انه انت عندك كاش فلو وعندك يعني كاش ان هاند عفوا، سيوله نقديه وافره، هذا اول شيء ممكن تباوع عليه هو التيم مالك. اذا عندك فريق متمكن وما تريد تخسره، يعني اني اقول انه هذا اول شيء ممكن تحافظ عليه، انه كيف تبقي الفريق اللي هو انت تشتغل وياه، خاصه اذا كان يؤدي دوره، واذا انت ما تريد تخسر يعني احد افراد الفريق، لان تكلفه تعيين واحد او فرد بالفريق من جديد هو تكلفته اغلى او اكثر مما انه انت تبقيه وتدفع له. ومو بالضروره تدفع له كل الراتب، ممكن توصل الى اتفاقيه انه خلال الظرف ممكن يصير تقليص ايضا للاجور، لكن على الاقل انت ضامن بقاء ولاء للمشروع. لان احد القوائم او احد يعني اعمده المشاريع الناجحه هو الفريق اللي انت تشتغل وياه، يعني انت ما ممكن تكون قادر يعني تسوي كل شيء بيدك، لان انت لازم تركز على الاشياء اللي هي اهم، وتخلي الفريق يشتغل ويديم الانتاجيه او يديم الفعاليه مال المشروع قدر الامكان بصوره مستقله. اذا قدرت تحقق استقرار للفريق، اعتقد هذا احد النجاحات الرئيسيه اللي ممكن تنطيك فرصه انه تستمر الى مده اطول. ايضا احد النقاط اللي يعني اعتقد انه هي ضروريه، انت كبزنس كمشروع بالعراق اكيد لك منافسين، اكيد لك مشاريع، هناك مشاريع اخرى يعني انت يعني مشابهه لك، قريبه عليك، بعيده عنك، يعني كمشروع، كفكره، كهدف، كانتاج، كسلعه. لكن التواصل مع هذه المشاريع حقيقة هو قد يكون مفتاح لتجنب عدة مشاكل مستقبلية. تتعلم من تجارب الباقين كيف ممكن تتجنب أخطائهم بأقل كلفة. يعني قد تكون نصيحة من مشروع آخر أو من صاحب مشروع آخر قد ممكن تجنبك يعني تجربة باهظة الثمن. قد تجيك النصيحة من هذا الشخص تجنبك خسارة فادحة، أو تجنبك مشكلة أنت في غنى عنها. التواصل مع المشاريع الثانية أو المشاريع القريبة أو ضمن الحلقة مالك جدا مهم، جدا أن أنتم تتشاركون الأفكار، جدا تتشاركون المشاكل، الدروس المستخلصة. وقد يكون هناك ايضا فرصه للتعاون، يعني قد يكون هناك مشروعين يعني يندمجون في مشروع واحد ويحققون نجاح افضل مما كانوا لو هم كل واحد على حده. فالتواصل جدا مهم. وايضا اضافه الى المشاريع سلسله القيمه، يعني انت كمشروع قائم منين منو يصنع لك المنتج؟ منو يجيب لك؟ من هي الشركه الناقله؟ منو يسوق لك؟ يا محل يعني انت تعرض يما المنتج مالك. هاي كلها كل هذول يعني كل واحد له دور في مستقبلك انت كمشروع. اذا انت وحتى خارج اطار الجائحه، اذا انت تقدر تديم التواصل وياهم، هذول ممكن يسهلوا لك هوايه امور، ممكن يقللوا لك الكلفه، ممكن ينطوك افكار، ممكن يساعدوك انه مثلا يعني في يعني تتجاوز يعني مشكله معينه، خاصه اذا مثلا قدروا ينتظرون يعني عليك انه تسدد فواتير، او ممكن يبيعوا لك ينطوك مثلا مقدما. اي شيء ممكن تسويه ويا الشركاء مالك. انا اعتقد هم شركاء اقدر اسميهم، لان هم كلهم يخدموك بطريقه معينه بصوره مباشره او غير مباشره، ولذلك تاثيرهم عليك كمشروع مباشر. والمهم جدا انه انت تكون في تواصل مباشر وياهم، تعرف بالضبط هم ايش يفكرون وشلون ممكن تتعاون وياهم على تحسين السلعه، تحسين المنتج او تحسين الخدمه، افكار جديده. يعني هذول انا اشوف التواصل وياهم هو ايضا حلقه مهمه من حلقات تجاوز الجائحه. حاليا اعتقد هي فرصه مواتيه انه انت تكون خلاق
فيما يخص التواصل مع شركائك ومع المشاريع المشابهة أو القريبة على مشروعك. النقطة الخامسة هي صراحة مو بعيدة عن الشيء اللي احنا بدينا نحكي به من البداية. عفوا. التوجه العام هو التوجه الالكتروني، ولما اقول التوجه الالكتروني هو مو بالضروره ان انت يعني فقط كترويج، ولكن ايضا انه انت وجودك على الشبكه الافتراضيه صار ضروري. بعد ما ممكن ان انت تعتمد يعني على انه انت محلك موجود والناس تندلك وتعرفك وهم يوصلوا لي. صار اعتقد نوعا ما هذا الموضوع بتحدي خاصه بالعراق. ايضا اقول العراق هو قد يكون مثال يعني به استثناءات هوايه، لكن انا اللي اتوقع انه حتى بالعراق الناس اللي تسوق الكترونيا ايراداتها، وجودها، زبائنها قد يعني راح يزيدون اكثر من اللي هم فقط معتمدين على المحلات. طبعا باختلاف يعني باختلاف القطاع او باختلاف الخدمه اكو استثناءات كثيره، لكن الشيء اللي صار بالعراق انه يعني هو مختلف عن اي دوله اخرى. التوجه على الفيسبوك، التوجه على المنصه الالكترونيه للتسوق او على الاقل حتى لتصفح المنتج. يعني انت قام هو ما يحتاج انه هو يروح لك المحل، اكو هواي محلات. وانا منطي امثله، يعني مثلا الحسني هوم سنتر مثلا يعني عنده مثلا صفحه ويعرض بها الادوات ماله او ينطي شرح للانتاج او للسلعه. اردن تاتش ايضا يعني احد الامثله الاخرى اللي ممكن تشوف ان صفحتهم جدا ثريه بالديسكربشن او بالوصف للمنتج مال اللي يعرضوه. ما يحتاج ان انت ضروري تروح للمحل مثل قبل. بن رضاع الوان اعتقد هو ايضا يعني هو منتج استهلاكي، لكن ايضا ترويج له على الصفحه الالكترونيه اعتقد يعني صار ضروري، خاصه ان الناس اكثر تتباوع على الفيسبوك واكثر تتباوع على المنصه الالكترونيه. فهاي يعني اعتقد، وانا سمعتها من اكثر من يعني من بزنس ادفايزر ومن شركات لها علاقه بالترويج، انه التوجه على يعني الترويج الالكتروني او يعني وجودك على المنصه الالكترونيه صار ضروره، مو اضافه، لكن صار ضروره. ف اذا في حال انه ايضا كان عندك نقد او كان عندك سيوله نقديه تسمح لك انه انت تستفاد من هاي السيوله، اعتقد هاي احد الاجزاء او احد القطاعات اللي ممكن تستثمر بها. انه يا اما تحسن اذا ما عندك فيسبوك بيج او ما عندك منصه الكترونيه حاول تسوي وحده، اذا عندك حاول تروج اكثر. اذا الترويج الالكتروني مثل ما قلت اصبح يعني ضروره وليس اضافه. اذا عندك البيج موجوده قائمه بحد ذاتها، هذا يحتاج ممكن تحسين. اذا عندك فيسبوك قائمه ممكن ايضا تطورها اكثر، تروج لها اكثر. الكواليتي او نوعيه الصور اللي تحطها على الفيسبوك ممكن تكون اكثر. ممكن ايضا حتى يعني في ترويجك واستهدافك للزبائن فيما يخص الترويج ممكن ايضا تبدي تغير به، او ممكن تبدي تستكشف او تستطلع فئات جديده من خلال يعني تغيير او يعني العمل على تغيير يعني تنظيم الترويج مال الصفحه الخاصه بالفيسبوك بيج او حتى الصفحه الالكترونيه الخاصه بك. اذا في الاجمال الترويج الالكتروني اصبح نوعا ما ضروره وليس اضافه. اعتقد انه انت في ظل تغير النمط او السلوك المستهلك لازم، خاصه حتى بالعراق مثل ما ذكرت، انه انت المستهلك قد صح راح يرجع يتسوق او راح يروح للمولات، لكن وصوله الى الصوره او الى صوره المنتج او الى السلعه او حتى الى الخدمه ممكن يعني راح يرفع معدل المبيعات عندك، في حال انه هو قدر يعرف هو يعني ايش تجيب، ايش تحط، ايش تنتج، شنو اختلاف منتجك عن غيرك. فاعتقد هو يعني مثل ما قلت، اذا عندك سيوله نقديه تمكنك من العمل على تحسين الترويج الالكتروني، جدا مهم انه انت تبدي يعني تراجع يعني هذا الموضوع وتركز عليه بصوره اكبر. بما انه احنا يعني تكلمنا عن موضوع السيوله النقديه وتاثيرها على مشروعك الصغير او المتوسط، في العراق احد التحديات واللي اعرفها انا ايضا انه المشاريع الصغيره، اصحاب المشاريع الصغيره خاصه غير المسجله، يعني تواجه
تحدي الوصول الى القروض، ومو فقط تواجه تحدي الوصول ولكن ايضا تتجنب صراحه بشكل عام القروض لاعتبارات يعني عديده، منها قد يكون يعني عدم يعني رغبه صاحب المشروع بالدخول في هذه تفاصيل يعني المعاملات، مسؤوليه الحصول على قرض، او خاصه في هذا الظرف الاستثنائي. في دول العالم يعني المشروع الصغير او المتوسط اول ما يتجه في حاله يعني حصول يعني مشكله في السيوله النقديه، يتوجه للبنوك للحصول على قرض ضمن شروط معينه. وهسه حاليا حتى الدول بدأت تنطي قروض ميسره، يعني تاخرت يعني اجلت الدفعات، يعني سوت تسهيلات اكثر. بالعراق ايضا هناك ايضا تسهيلات يعني للقروض. لكن بما انه انت مشروع صغير او متوسط في العراق، حبيت انه انطيك ايضا فكره عن مصادر اخرى للتمويل قد تساعدك خلال هذه الفتره انه تجنبك هذا موضوع الاقتراض. اكو منظمات دوليه ومؤسسات عراقيه بالتعاون مع مؤسسات دوليه بدها تنطي قروض او تنطي منح، يعني ما يحتاج تسددها. احد هذه المنظمات منظمه الهجره الدوليه IOM، عندها برنامج يعني دوريا عندهم اعلان يستهدف الوصول الى الراغبين بالحصول على منحه، خاصه اذا كانوا اصحاب مشاريع، وايضا تركيزهم على النساء. فهذه فرصه ايضا لرائدات الاعمال وصاحبات المشاريع الصغيره والمتوسطه انه يعني ممكن تتابعون صفحة IOM على الفيسبوك بيج، بس سووا لها فولو. ايضا راح توصلكم تبليغات دورية على نوعية المنح المقدمة. طبعا تختلف معايير القبول، طبعا لازم تستوفيها، لكن ما يضر انه انت تكون على اطلاع على الشروط. قد ممكن وحدة من الطلبات يعني انت تستوفي شروطها او انت تستوفين شروطها. فاضافة الى المنح هناك ايضا دعوات الى تدريبات قد ايضا تستفادون من عندها في ظل الظروف الحاليه. برنامج اخر او مؤسسه اخرى ممكن تكون ذي فائده لك هي مؤسسه المحطه. عندها مكتب في بغداد، عندها مكتب في الموصل، وعندهم صفحه على صفحه الكترونيه وصفحه على الفيسبوك. ممكن ايضا نسوي لهم فولو. يتعاونون دوريا مع سفارات ومع منظمات، ويقدمون ايضا منح وبرامج تساعد المشاريع الصغيره والمتوسطه بدون فائده. يعني منح انه فقط تستوفي الشروط وراح يعني تاخذ المنحه وتمشي بها امورك، طبعا ضمن الشروط اللي هم مهيئيها او هم طالبيها. البرنامج الاخر هو برنامج جوتا الالماني، يستهدف الشباب ذوي المشاريع الصغيره ضمن قطاعات مختلفه. ما يضر انه ايضا تتابعهم وتسوي لهم فولو. قد يكون هناك برنامج يناسبك او يناسب مشروعك. فاني يعني انصح انه انت تفعل الاشتراك ويا هذول المؤسسات، واكو مؤسسات اخرى قد اني ما ذكرتها، لكن على الاقل هذول الثلاثه اني يعني بين فتره وفتره اكثر شيء اسمع من عندهم او اشوف على صفحاتهم دعوات الى اصحاب المشاريع للتقديم على المنح. هذا يغنيك حقيقه عن انه انت تفكر بالقرض وبتبعات القرض. فاحد الامور اللي ممكن تفكر بها هو صراحه الوصول الى منحه قد تمشيك وتنطيك السيوله النقديه اللي انت تحتاجها حتى تبقي الفريق مالك، او ممكن تزيد انتاجك او تزيد ترويجك كمشروع. استدامه الفريق او تطوير الفريق اليوم في ظل الجائحة اعتقد راح يبين عندك انه كيف ممكن الفريق المستقل او القائم يعني عنده استقلالية ممكن يساعدك انه انت تتفرغ للاشياء اللي اهم. فانت اليوم اذا الفريق راح انت يكون عندك مهيأ ومدرب على انه ياخذ قرارات يعني بدون ما يرجع لك، طبعا ضمن شروط وضوابط، لكن هذا الفريق كل ما كان عنده استقلاليه كل ما افضل. كل ما انت قدرت توفر له البيئه انه هو يساعدك انه تتفرغ للاشياء المهمه وهو ياخذ القرارات الصحيحه قدر الامكان. هذا اعتقد هو ايجابيه او نقطه ممكن تكون يعني ايجابيه في صالحك كمشروع، لان انت اخر شيء هسه
تيجي تفكر به انه يعني تدريب وتطوير للفريق في هذا الظرف اللي هو يحتاج عندك نوعا ما اشخاص عندهم الامكانيه انهم ياخذون القرار او ياخذون المبادره. فإدارة الأزمة من خلال تدريب الفريق أعتقد هو شيء ضروري. أعتقد أنه أنت هسه يعني تواصلك وياهم، تعاملك وياهم، تهيئتك لهم أنه هم يتعاملون مع الأزمة شيء يعني أساسي في إنجاح أو ديمومة الأداء الجيد للفريق. هذا أيضا ياخذنا إلى النقطة الأخرى الأخيرة اللي هي الصحة الذهنية أو الصحة النفسية للموظف أو لأفراد الفريق المشروع. احنا نوعا ما في العراق ما نتطرق له بشكل يعني تفصيلي، لكن حبيت انه اقول انه ببساطة استمراريتك او دعمك للفريق شيء جدا مهم جدا ايجابي، يهيئهم انه هم يكونون يعني واثقين بيك، ينطوك الولاء، يستمرون وياك ويفتهمون انه يعني اللي يصير يعني على الفريق هو يصير على الكل بدون استثناء، المساواة. تواصلك وياهم خاصة في هذا الظرف الاستثنائي، يعني خاصة مع تزايد حالات الإصابة بالكورونا، إذا شخص صار عنده حالة أو أحد من أهله وتحكي وياه أو تطمئن عليه، هذا يعني له أثر. إذا حس إنه هو ممكن ياخذ بريك، إذا حس إنه أنت ممكن تتفهم التحديات، هذا كله بالمجمل ينعكس إيجابيا على الصحة النفسية للفريق، يقربه منك، يقربه من المشروع، يخليه يحس بالانتماء للفريق، يعزز قابلية الفريق أيضا مثل ما قلت على أنه يعني يدفع أو ينطي أكثر. يعني الراتب شيء اساسي طبعا، هو يعني احنا ما راح نطلع الراتب او الدافع المادي خارج المعادله، لكن الدافع النفسي او الطموح عند هذا الفريق هذا اعتقد هو يعني بنفس اهميه المردود المالي بالنسبه لهم. فتواصلك وياهم، دعمك لهم، الاطمئنان عليهم، اعطائهم المساحه من يحتاجوها، اعتقد هذا شيء واحد لازم يفكر به او يركز عليه، خاصه في هذه الظروف الاستثنائيه اللي تتطلب تواصل استثنائي نوعا ما من اصحاب المشاريع الصغيره او المتوسطه. بالنهايه يعني ارجع للنقطه الاولى اللي هي انه التحدي ايضا يخلق فرص. طبعا يعني اكيد كل المشاريع او مو كل المشاريع هي عندها نفس الفرصه او تواجه يعني عندها امكانيه الاستفاده من هذا الجائحه، لكن بالتاكيد اكو مشاريع استفادت من هذا الظرف الاستثنائي. لكن كيف ممكن اي مشروع يغير او يعيد هيكله نفسه انه يتماشى ويا متطلبات المرحله؟ هذا الشيء يعني دا احاول اوصل له، انه انت شلون ناخذ كل التحديات ونحاول نسخرها لصالح فكره مشروعنا، او شلون ممكن مشروعنا يتأقلم ويا التحديات الجديدة. أرجع إلى فكرة ضرورة مراجعة خطة العمل، غاية جدول المشروع، الزبائن المستهدفين، هذولا احنا لازم كلها يعني هاي العوامل نباوعها ونحاول ندرس كيف ممكن احنا نستجيب للظروف او يعني المعطيات المرحلة. هذا يعني باختصار هو كيف ننظر لنصف الكوب المملوء، كيف ممكن ناخذ التحديات ونسخرها الى صالحنا. لكن طبيعي انا يعني ما اريد اكون يعني خيالي، اكيد اكو مشاريع ما راح تقدر تستجيب للتحديات، وهذا الشيء اعتقد همنا يعني لازم تقتنع به، انه انت قد تكون عندك افضل الافكار، افضل خطط العمل، افضل فريق، لكن التوفيق ما يحالفك يعني بسبب الظروف المحيطه بك. فهذا ما يعني انه انت فكرتك كانت غير جيده او مشروعك غير طموح او غير فعال او غير جيد، بالعكس لازم يكون عندك ثقه بنفسك وبالمشروع، لكن لازم ايضا تؤمن بالعوامل المحيطه بالمشروع وبالظروف اللي انت تمر بيها. فاذا هذا المشروع ما لا سمح الله ما نجح، ما معناها انه انت لازم تفكر بالمشروع القادم. واعتقد يعني احنا كلنا لازم نتعلم من الدروس والتجارب اللي مرينا بها حتى نصنع يعني نسخ افضل يعني من هالمشاريع اللي احنا نشتغلها. الى هنا اتمنى انه اكون يعني اضفت او ساعدت انه اوضح ولو جزء بسيط من الاشياء اللي ممكن المشاريع الصغيره تسويها في ظرف مثل ظرف جائحه كورونا، وخاصه في العراق اللي يعني ارجع واقول
ارجع واقول هو ظرف استثنائي، التحديات به استثنائيه، والجهد اللي ينبذل به هو دائما جهد مضاعف. أنا سعيد جدا أنه أكون يعني في تواصل وياكم في حال كان هناك أي سؤال، أو ممكن إيميل، أو ممكن يعني تكتبوا لي إذا أكو أي فكرة أو أي استفسار. أنا سعيد جدا أنه أكون يعني في الإجابة على أي نقطة غير واضحة. أتمنى لكم التوفيق، وشكرا جزيلا لمنظمة روانجا على هذه الفرصة أيضا اللي أتاحوها لنا حتى نوصل صوتنا للشباب والشابات. شكرا جزيلا.